اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات جولات في اسكندرية وشواطئ اسكندرية وخروجات اسكندرية صيف 2024. النهاردة احنا فين؟ النهاردة احنا في اسكندرية في العصافرة في شاطئ البروفيج. هناخد جولة في شاطئ البروفيج بعد الاخبار اللي انتشرت لزلزال البحر الابيض المتوسط او تسونامي زي ما بيقولوا. كنت جاية وفاكرة ان انا هلاقي البحر فاضي مفهوش اي حد والشواطئ فاضية، بس اتفاجئت باللي انا بصوره لحضراتكم دلوقتي. طبعا انا نزلت لكم كذا فيديو ان الحاجات لحد دلوقتي مفيش اي شواطئ قفلت والشواطئ كلها شغالة وكل حاجة مظبوطة، بس بعدها رجع تاني انتشر اخبار ان البحر على في اسكندرية وفي شواطئ بتحذر وحاجات من دي. فجيت النهاردة قلت اكيد بقى هلاقي الشواطئ فاضية ومفيش حد او حتى قاعدين على الشواطئ ومفيش حد نازل زي ما حضراتكم شايفين كده. صورت لكم الشاطئ في النهار وبالليل والثلاث بوابات والعنوان بالظبط وبكل تفاصيله بالاسعار. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو. ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا والجولة بتاعتنا النهاردة. احنا فين؟ زي ما قلت لكم احنا في شاطئ البروفيج في 45 في اسكندرية. شاطئ البروفيج من اشهر الشواطئ اللي موجودة في اسكندرية، حتى لما حد بيجي من بره اسكندرية اكتر حاجة بيكون عارفها شاطئ البروفيج. شاطئ البروفيج من الشواطئ الكبيرة، مساحتها كبيرة جدا، 3 بوابات. سعر دخول الفرد 25 جنيه والشمسية 25 جنيه. سألتوني كمان في الكومنتات، طيب سعر الدخول 25 جنيه زي ما حضراتكم شايفين البوابة اهي بيكون موجود عليها سعر الدخول 25 جنيه. قصاد على طول شارع 45 وموجود كمان فتح الله ماركت، جنبه هتلاقوا النفق ده هتنزلوه هتطلعوا على طول على الكوبري السياحي اللي في 45. الكوبري ده اول ما هيطلعكوا على شاطئ جزيرة الدهب. شاطئ جزيرة الدهب احنا صورناه قبل كده ونزلناه على القناة. بعده هتلاقوا شاطئ البروفيج. شاطئ البروفيج هتلاقوه 3 بوابات وكل البوابات سعرها واحد 25 جنيه للكرسي سواء في النهار او بالليل، عشان برضو سألتوني السؤال ده. والشمسية 25 جنيه برضو، هي بتكون الشمسية على 5 كراسي او 6 كراسي لو طلبتوا شمسية اضافية. طيب سألتوني الاسعار كمان بالليل بتكون ايه؟ بالليل بيكون برضو هو سعر الكرسي 25 جنيه للفرد، لكن بالليل خلاص ما بيبقاش فيه كراسي، يعني من اول الساعة 6 او 7 كده خلاص مش لو جيتوا دخلتوا بتاخدوا كراسي بس ما بتاخدوش شماسي اللي هو بعد الشمس، لكن قبل الشمس بتاخدوا شمسيات عادي. الشواطئ في اسكندرية شغالة عادي جدا حتى بعد خبر زلزال البحر الابيض المتوسط وتسونامي والدنيا هتتقلب والبحر ارتفع والحاجات دي. جيت وزي ما حضراتكم شايفين يعني الكاميرا جايبه لكم كل حاجة. الشواطئ مليانة زي ما هي، الناس موجودة، الناس نازلة البحر عادي جدا مفيش اي حاجة. المصيفين وحتى الناس اللي من اسكندرية اللي عايز يروح البحر بيروح عادي مفيش اي حاجة. يعني هي الاخبار منتشرة قوي على السوشيال ميديا وواخدة ترند كبير وكله بيتكلم عليها، بس في الواقع زي ما حضراتكم شايفين كده ان كل حاجة ماشية طبيعية. احنا جينا فجأة وزي ما حضراتكم شايفين الكوبري بالكورنيش كله زحمة جدا. الشواطئ يعني هم 3 بوابات زي ما بقول لحضراتكم، وبيفصل ما بينه وما بين شاطئ جزيرة الدهب فاصل بس صغير هصوره لكم دلوقتي. برضو الشواطئ كلها زحمة، في كذا شاطئ جنب بعض كلهم عادي كأن مفيش اي حاجة. هي كلها لحد دلوقتي مجرد بس اخبار، لكن في حاجة في الحقيقة لا. وشاطئ البروفيج من الشواطئ ان انا ما ينفعش ان انا ادخل الشاطئ واصورها لكم من جوه لانها زحمة جدا. يعني انا لو جيت دخلت انا مش هعرف ان انا اعدي وادخل. يعني هي ده مدخل البوابة، ده مدخل بوابة 3. بوابة 3 بتدخلوها من البوابة اللي انا صورتها لحضراتكم دي وبتنزلوا من هنا. انا لو دخلت هصور من ورا، بس من ورا مفيش اي حاجة خالص عشان اجي بقى اعدي واصور قدام مفيش اصلا ان انا اعدي. اللي هم بيعدوا بس اللي بيحطوا كراسي ويقعدوا عايزين ينزلوا البحر او يأجروا بدلات في البحر او ايا كان، يعني بيعدوا من وسط الناس كده بس. لكن ان انا ادخل اصور هتبقى صعبة جدا لان مفيش مكان خالص. وكده كده شاطئ البروفيج اصلا مكشوف كله من على الكوبري من فوق، فتقدروا ان انتوا عادي تشوفوا. لو انتوا حتى حابين ان انتوا تتمشوا على الكوبري، حابين ان انتوا تتفرجوا تقعدوا فوق، هتبقوا شايفين كل حاجة.
وزي ما قلت لكم شاطئ البروفاج مش شواطئ اصلا اللي هي شواطئ كبيره جدا. هنروح دلوقتي اصلا احنا كده الفاصل اللي في النص ده الفاصل اللي قلت لكم عليه بينه وبين جزيره الدهب. يعني زي ما قلت لكم انا شاطئ جزيره الدهب نزلته لكم برده هنا على القناه، لو لسه ما شفتوهوش ادخلوا شوفوه هيعجبكم جدا برده. وده اللي المدخل بتاعه من الكوبري على طول او من نفق على طول، بيفصل بس ما بينه وما بين شاطئ البروفاج الفاصل ده. يعني الشوية الصغيرين اللي احنا هنمشيهم دول هو اللي بيفصل ما بينه وما بين شاطئ البروفاج. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده هنا الفاصل ده، احنا كده بقينا في البروفاج. يعني هو ده الفرق ما بينهم، لان كلهم كان شاطئ واحد وكانوا كلهم شاطئ البروفاج. دلوقتي بقى شاطئ البروفاج 3 بوابات وشاطئ جزيرة الدهب لوحده. على الكوبري كده من فوق هتلاقوا ناس بتبيع حاجات، بيبيعوا الخواتم والسلاسل، الحاجات اللي هي بتاعت البحر. زي ما حضراتكم شايفينها كده هي ظاهرة في الكاميرا شوية. وزي ما قلت لكم البوابة اللي انا بصور منها دي بوابة 3، لسه هنروح بوابة 2 وبوابة 1. وبعدهم بقى بتبقى شواطئ العصافرة سواء الخاص او العام، بس هو اللي موجود دلوقتي الخاص وبرده نزلته لكم على القناة. الرملة بتاعت شاطئ البروفاج نفس الرملة اللي موجودة في شاطئ العصافرة وشاطئ جزيرة الدهب، اللي هي رملة المباني. يعني بصوا معايا كده حضراتكم هتلاقوها الرملة الصفراء اللي هي بتاعت المباني مش رملة البحر. برضو قلت لكم عليها قبل كده بس هقول لكم عليها تاني. الرملة دي البحر لما بيعلى في الشتاء بياخد رملة البحر او بيجي لحد قدام، فلما بيجي موسم الصيف وموسم المصايف بيجيبوا رملة صناعية او رملة المباني وبيحطوها اللي هي الرملة الصفراء مش رملة البحر الناعمة البيضاء التقيلة. وبيحضروا طبعا الشواطئ لموسم الصيف. شاطئ البروفاج من الشواطئ اللي زحمة جدا في اسكندرية. بتسألوني حابين نروح الساعة كام عشان تلاقوها فاضية؟ والله وانتوا عشان تروحوا وتلاقوها فاضية حابين ان انتوا تروحوا من 7-8 الصبح، لان هي الساعة 12 الظهر بتبقى مليانة. يعني احنا كده النهاردة وهي كده فاضية شوية كمان. يعني الزحمة اللي حضراتكم شايفينها دي هي كده يعني اهدى لحد ورا. يعني انا هصورها لكم كمان، احنا هنفضل لحد بالليل، هصور لكم بالليل لحد ورا. اصلا ما بيبقاش الرمله دي بتبقى باينه، وفي ايام حتى في النهار يعني من اول 12 الظهر ما بتبقوش اي حاجه باينه. فالحاجه اللي انتم ممكن تعملوها ان انتوا تيجوا بدري او تيجوا متاخر، وبرضه هتنزلوا البحر عادي. الناس هنا بتفضل تنزل البحر عادي لاخر اليوم، رغم ان هو ممنوع نزول البحر بالليل. المفروض اخركم لحد الساعه 7 او 8 وبعد كده لا خالص. شاطئ البروفاج هتلاقوا فيه العاب اطفال، هتلاقوا فيه كافيهات موجوده ورا لو انتوا حبيتوا تقعدوا. لكن اللي موجوده ورا في ناس كانت بتقولي ان هم في شاطئ البروفاج بيطلبوا منهم اكراميات. قلت لكم قبل كده مفيش حاجه اسمها اكراميات على الشواطئ، انتوا بس بتدفعوا حق تيكت الدخول او فلوس الكرسي الواحد، وبعد كده لما بتدخلوا ما بتدفعوش اي حاجه. ولو اتطلب منكم اكراميات ممكن ان انتوا ترفضوا، او لو حصلت اي حاجه بتتصلوا بالارقام اللي موجوده على بوابه الشاطئ بره، صورتها لكم برضو في الفيديو. بتتصلوا بالارقام دي، لكن هو ممنوع خالص الاكراميات. وطبعا دي حاجه ترجع لكم لو انتوا حابين ان انتوا تدفعوا اكراميات. الحاجات اللي انا بصورها لكم دي حاجات بتاعت راجل طيب قوي موجود على شاطئ البروفاج، بيبيعها بسعر حلو قوي. لو حبيتوا ان انتوا تشتروا منه هتلاقوا اسعارها ارخص من محلات كتير موجوده قريبه من المكان ده، وهي نفس الحاجه. فانا لما سالت عليها ولقيتها اسعارها كويسه قلت كمان ان انا اصورها لكم في الفيديو. لو مشيتوا على الكوبري اللي انا بصوره لكم ده وقت الساعه 12 الظهر هتلاقوه فاضي، لان الشمس بتبقى شديده قوي وبتبقى صعبه، فما بيبقاش في ناس كتير قوي على الكوبري. لكن من اول بقى الساعه 3 كده بتلاقوا الكوبري اتزحم لحد بالليل ما تلاقوش مكان اصلا في الكوبري. يعني احنا بنصور دلوقتي والساعه تقريبا 6 وزحمه جدا، وكل ما الدنيا هتليل كل ما يتزحم اكتر. وكمان الاماكن اللي ورا او العماير اللي موجوده فيها شقق كتير للمصايف. الشقق دي سالتوني برضو عليها، انا نزلت لكم حاجات على القناه موجوده في ميامي قريبه من خالد بن الوليد، وكمان قريبه من شاطئ البروفاج هتلاقوها موجوده. الشقق دي بتكون الايجار باليوم عشان سالتوني. انا هحاول ان انا برضو اصور لكم حاجات تانية كتير، وحاجات موجودة على البحر وحاجات جوه، لان جوه بيكون سعرها اهدى شوية. واللي على البحر برضو بتكون مميزاتها كتير، لان منكم للشاطئ على طول بيكون سعرها تقريبا في اليوم بداية من 1500 جنيه لحد 2500 جنيه في اليوم، لانكم اكتر حاجة بتسألوني عليها السعر. فلما تيجوا تأجروا حاجات للمصايف
حاولوا ان انتوا تأجروا الحاجات دي قريبة من كل الخدمات، يعني قريبة من المكان اللي انتوا هتخرجوا فيه، سواء شاطئ او شوارع او مطاعم، حاجات بتحبوا تخرجوا فيها في اسكندرية، فتكون المكان ده قريب، لان الاماكن بتكون زحمة والشوارع بتكون زحمة جدا، حتى لو معاكم العربية الخاصة بيكم برضو المشاوير بتكون زحمة. فعشان ما تاخدوش وقت طويل قوي، اجروا المكان بتاع المصيف بتاعكم قريب من الخدمات اللي انتوا حابينها او المكان اللي انتوا حابين ان انتوا تخرجوا فيه. وانا بكلمكم كده احنا كنا رحنا عند تاني شاطئ او تاني بوابة لشواطئ البروفاج دي. تاني بوابة قريبة جدا على فكرة من السور، يعني هتلاقوني ان انا مصورة اقرب، انا كده عامله لكم زوم اصلا. ودي الشمس كانت خلاص، الشمس يعني انا بقول لكم الساعة دلوقتي تقريبا كانت 7 والدنيا لسه منورة كويسة عادي، والناس في البحر، ولسه ناس اصلا جاية الشاطئ، يعني في ناس بتحب تيجي الشاطئ اخر النهار لما يبقاش في شمس خالص. بس المهم ان الشواطئ شغالة عادي، يعني اللي يقول لكم على اي حاجة هو لحد دلوقتي مفيش الكلام ده. يعني شايفين انا كده بعدت عن الكوبري خالص اللي ابتديت تصوير من عنده، احنا كده في بوابة 2، عدينا شاطئ جزيرة الدهب وعدينا النفق وعدينا اول بوابة وتاني بوابة وداخلين على تالت بوابة. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين الشواطئ كلها مليانة، عكس ما كلنا توقعنا ان احنا هنلاقي الشواطئ فاضية، هنلاقي الناس خايفة، هنلاقي حاجات من دي. بس هو ارزاق، وده موسم صيف، وموسم كمان الناس اللي شغالة على الشواطئ دي ده رزقهم بيجي في الصيف، فالحمد لله ربنا سترها لحد دلوقتي عشان الناس دي. هتلاقوا كمان هنا في بدلات بتتأجر للمية، معرفش سعرها بصراحة، بس في ناس كتير كانت مأجراها، ينفع ان انتوا تلعبوا كمان على البحر من ورا. في اطفال كانت بتطير طيارات، ممكن تشتروا عوامات، في حاجات كتير موجودة، كل الحاجة اللي انتوا حابينها موجودة على الشاطئ هتلاقوها، سواء لقيتوها هنا او لما لقيتهاش على الشاطئ. لو دخلتوا شارع 45 هتلاقوا فيه كل حاجة انتوا عايزينها. لو هنا شايفين ان الاسعار ممكن تتباع زيادة شوية او اعلى شوية عشان هو شاطئ وباسعار سياحية، لو دخلتوا شارع 45 هتلاقوا كل المحلات اللي انتوا عايزينها، اي حاجة تخطر على بالكم هتلاقوها موجودة هناك، وبالسعر العادي جدا مش بسعر سياحي خالص، اسعار اللي موجودة في اي مكان. فممكن حضراتكم قبل ما تيجوا الشاطئ تدخلوا شارع 45 تشتروا الحاجة اللي انتوا عايزينها، وبعد كده تروحوا الشاطئ لو مش حابين الاسعار. المكان اللي هناك ده دي الحمامات بتاعة الشاطئ، بيكون الدخول 2 جنيه للفرد، ممكن ان انتوا تغيروا فيها الملابس سواء قبل ما تنزلوا الشاطئ او بعد ما تطلعوا من الشاطئ، وهي بتكون عبارة عن كباين من جوه لكل فرد، اكيد حضراتكم عارفينها طبعا. وفي شواطئ تانية بيبقى دخول الحمامات من غير مقابل، لكن هنا دخول الحمام 2 جنيه. وزي ما قلت لكم برضه قبل كده انا الاسكندرانية الوحيدة اللي بقول 2 جنيه مش 2 جنيه رغم ان انا اسكندرانية. يلا بينا بقى ندخل على تالت بوابة قريبة جدا من بازوكا. زي ما حضراتكم شفتوا كده، هو بازوكا ابعد منها حاجة صغيرة، بازوكا بالظبط في وش شاطئ العصافرة اللي احنا صورناه الفيديو اللي فات. وتالت بوابة قريبة، كل الشواطئ دي لازقة في بعضها. طب هتقولوا لي ايه احسن شاطئ فيهم؟ جزيرة دهب او انه بوابة في البروفاج احسن، الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا العصافرة او الشاطئ اللي قبلهم؟ كلها مية واحدة، كله شاطئ واحد، هو متقسم بس من ناحية الرملة من ورا الشاطئ، لكن ما ينفعش هنقول ده انه احلى ده انه احلى، كلهم واحد، مفيش اي واحد فيهم احلى في ميته، لان البحر واحد وكلهم قريبين قوي من بعض، امواج فيهم متوسطة ولا منها عالية ولا منها مفيش خالص. المية برضو نفس مستوى النظافة فيهم واحد، لانهم زي ما حضراتكم شايفين اللي بيفصل عنهم السور اللي في النص ده، لكن المية واحدة. يعني لو فيهم واحد المية فيه مش نظيفة او عالية، هيبقى التاني المية فيه مش نظيفة وعالية، لان المسافات ما بينهم وما بين بعض مش مسافات بعيدة، لا ده مسافات قريبة جدا، ومفيش واحد مثلا في صدادات او في صخور وواحد، لا كلهم واحد. هو اللي بيكون فرق ما بينهم اللي انا لاحظته يعني وانا بتمشى كده، ان هو في شواطئ الشواطئ دي بتكون مش عريضة مش واسعة مش كبيرة، وشواطئ واسعة وكبيرة شبه شاطئ البروفاش كده، بيكون من الشواطئ الكبيرة، ده الفرق ما بينهم بس. لكن في المية لا مفيش اي فرق. وزي ما قلت لكم اكتر الشواطئ اللي موجودة هنا بتكون الرملة بتاعتها رملة صناعية، عكس لو رحنا على شواطئ
سيدي بشر الشواطئ هناك هتلاقوها اصلا الرملة رملة بحر مش زي هنا. طبعا كل واحد على حسب ما بيميل للبحر اللي هو بيحبه او الشاطئ اللي هو عايز يروح فيه ويصيف ويقضي الاجازة بتاعته، لان ده على حسب التعود. في ناس زي ما بقول لكم كده ان هي بتحب الشواطئ اللي بتكون زحمة، وفي ناس تانية لا بتحب الشواطئ تكون فاضية شوية، في ناس بتحب الشواطئ الخاصة، في ناس بتحب الشواطئ المفتوحة، وفي ناس تانية اتضحت لي وانا بصور كده ان هم بيحبوا الشواطئ اللي بتكون صغيرة مش كبيرة. دي البوابة 3 بتاعت شاطئ البروفاج زي ما بقول لكم كده، هم كل بوابة لوحدها بس كلهم شاطئ واحد، هو عشان كبير عاملين له كذا بوابة. ودي الارقام اللي انا بقول لحضراتكم عليها. انا كده هبدأ ان انا اصور لكم. الدنيا خلاص ليلت، يعني احنا تقريبا دلوقتي كده خلاص الساعة 9 الا ربع او 9 كمان. وبصوا شكل الكورنيش اصلا زحمة جدا. هندخل دلوقتي على البحر وهتشوفوا. بصوا الشاطئ اتملى اكتر زي ما بقول لكم. شفتوا اول الفيديو انا قلت لكم ايه اول ما جينا صورنا؟ قلت لكم الشاطئ بيبقى في النهار زحمة، بالليل بيكون زحمة اكتر. الناس بعد الشمس بتحب ان هي تيجي اكتر، والناس لسه في المية، يعني الساعة 9 والناس لسه بتعوم عادي، كانوا مستنيين اصلا الشمس ويجوا. اللي بيجي بقى متأخر بيقعد ورا، بس الفكرة ان اللي بيقعد ورا ومعاه اطفال لازم يخلي باله منه. المكان اللي انا بصوره لكم ده كده احنا دخلنا على جزيرة الدهب، يعني احنا لما جينا رجعنا دخلنا على جزيرة الدهب، لان الشمسيات بتاعته الشمسيات الصفراء خليكم عارفينها. جزيرة الدهب اللي قبل البروفاج بيتعرف بالشمسيات بتاعته لونها اصفر. هناك بيكون في العاب اكتر للاطفال. المهم يعني اللي يجي باطفال بالليل في وقت زي ده، لانكم اكيد سمعتوا معايا في الفيديو وهم كانوا بينادوا ان في طفل تاه من اهله. فاللي يجي شاطئ الشواطئ بالليل وهيقعد ورا ويلاقيها زحمه كده يخلي باله من الاطفال اللي معاهم، لان لما عقبال ما يجوا قدام وينزلوا الميه ويطلعوا بيتوهوا اصلا من الزحمه دي، فلازم حد كبير يكون موجود معاهم. بس هو بصراحة سواء زحمة او مش زحمة الجو حلو قوي. اللي حابب يصيف، اللي حابب يخرج، اللي حابب يغير جو، اللي حابب يجي وما ينزلش المية، اللي حابب يقعد بره. اصلا الممشى ده كبير جدا، لو مشيتوا عليه بالليل من اول الساعة 6 او 7 كده المشي عليه ممتع جدا وهيعجبكم، والهوا جميل، ولو معاكم اطفال هتبقى خرجتهم خروجة كده حلوة. بس المهم تخلي بالكم عليهم. وانا طبعا دايما بقول لكم شوفوا الشواطئ اللي حضراتكم حابين ان انا اصورها، او الاماكن او اي قرية موجودة. قلتولي على كذا قرية موجودة في العجمي ان انا اصورها لكم، صورت لكم منها واحدة وهصور لكم الباقي وهنزلها على القناة. وفي شواطئ كتير صورتها لكم الصيف ده، لو لسه ما شفتهاش ادخلوا على القناة شوفوها هتعجبكم جدا. واي مكان حابين ان انا اصوره اكتبولي وهروح واصور لكم المكان بكل تفاصيله والحاجات اللي انتوا حابين تشوفوها في المكان ده. وادام وصلتوا معايا لحد كده في الفيديو، لو لسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك. وبتسألوني دايما ليه ما بيوصل لكمش اشعار، فعلوا الاشعار اللي هو الجرس واختاروا الكل، هيوصل لكم اشعار باي حاجة انا بنزلها عندي على القناة. واتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم، وان شاء الله الفيديوهات الجايه هيكون فيها مفاجآت وحاجات حلوه كتير قوي هتحبوا ان انتوا تشوفوها في اسكندريه، منها حاجات صورتها قبل كده وحاجات ما اتصورتش على اليوتيوب قبل كده خالص هتعجبكم. واسيبكم بقى تتمتعوا وتشوفوا البحر شويه كده وتعيشوا اجواء البحر، واشوفكم في فيديو جديد على خير ومع السلامه.